السلام عليكم. كنا نزلنا فيديو قبل كده يا جماعه عن الكالر فيسيولوجي. طيب وازاي احنا كنا بنستخدمها في حاله لو احنا الالوان اللي عندنا في القلب الاسطول مش بيساعدنا ان احنا نعمل سيكشن من لون واحد. طيب في حاجه حابين نوضحها. الكالر فيسيولوجي مهمه جدا في حاله الميجا ستورز او الستورز اللي مساحتها كبيره جدا. ليه؟ لان لو احنا عملنا ستور مساحته كبيره جدا وقسمناه سكاشن بيزد اون الالوان، يعني ده سيكشن اصفر، ده سيكشن بيبي بينك، ده سيكشن بلو، في الحالات اللي زي كده ده ما بيساعدش العميل ان هو ينتقل من اريا لاريا بكل سهوله، لان العميل في الحالات دي بيروح على الاريا اللي هو عايزها مباشره او اللون اللي هو عايزه بيدور عليه مباشره. فهنا احنا بنخسر حاجه اسمها ترافيك فلو. طيب الكالر فيسيولوجي بتعمل اي تريجر، فبتساعد العميل ان هو ينتقل من اريا لاريا بسهوله جدا، فبيقدر ياخد ترافيك اكتر او فلو اكتر في الفرع بتاعنا عن ما يكون احنا عاملين سيكشن واحد كامل بلون واحد. الكالر فيسيولوجي كمان بتعتمد على مين كولر وديسنت كولر، وبعتمد على كده بعد كده على كومبلمنتري كولر، تساعد العميل ان هو يتشيك الايتمز ويتشيك الفاريتيز اللي عندنا بسهوله جدا، لان كل ما مساحه الاسطول كانت كبيره كل ما الكولكشن كان كبير.